لقوا ان الاجبار او الضغط بيولد ضغط. زي ما قلت لكم في الاول، الكلب مرايه صاحبه ومدربه، كاتبها كده. ليه مدربه؟ ما هو انا ممكن اقول الكلب مرايه صاحبه بس، لان انت بتاثر في الكلب بشكل كبير مع انك بتتعامل معاه فتره صغيره، بسبب انك اصلا عندك خبره، واصلا عرفت مفاتيح الكلب، فبتعرف تدخل للبوينتات التحويليه او النقط اللي بتحول شخصيه الكلب من مكان لمكان. فلمجرد ما انت معاه شهر بس في حياته، انت فعلا بتاثر فيه تاثير كبير جدا. عشان كده هو مرايتك ومرايه صح. كتير قوي بيبقى في عملاء بتتعامل مع كلابها صح جدا، يجي مدرب زي مثلا الحاله بتاعه الكلب التشاو تشاو اللي كان نازل مع كابتن احمد منزلينه في فيديو. الكلب ده كان كلب طبيعي جدا، واصحابه ما شاء الله عليهم ناس بيراعوا ربنا قوي وبيحبوه جدا وبيخافوا عليه. جابوا له مدرب وهو عنده 4 شهور. المدرب ده استخدم معاه الخناق، الف ب اهو. اصلا جه اول سيشن لبس الكلب الخناق، بيمشي الكلب. الكلام ده من حكي صاحبه. بيمشي الكلب، الكلب مش عايز يمشي فبيبتدي يخنق، يبقى بيجبره على المشي. طب ما انا ممكن امشي الكلب بان انا احفزه على تريت معينه او لعبه معينه، يمشي وراها ياخدها، يمشي وراها ياخدها، بحيث ان انا ابتدي. وده اللي قلت لكم في اول سيشن، اللقاء اللي بينك وبين الكلب هو اللي بيحدد بقيه الكورس هيمشي ازاي. فده مدرب بدا من اول سيشن مع الكلب اجبار، فالكلب بدا يخضع ليه. بعد كده قيس على ده امر ست، امر داون، امر ستي، امر كم، كل الاوامر مع المدرب 100%. بس الكلب بيعملهم وهو ايه؟ مضغوط. فابتدى يزوم على الناس الغريبه، يهجم على اصحابه، يزوم عليهم، يهجم هجوم غير مؤكد اللي هي العضه التحذيريه، اللي هو امشي انا هعضك. وبقى عنده سنتين وشويه، سنتين و4 شهور لما جالنا، لما ابتدوا يحسوا ان المشكله فعلا بقت بتهدد، لان هو كبر، وكل ما الكلب بيكبر كل ما شخصيته بتعلى فتهديده بيعلى. وهم دايما كان رد فعلهم لما يعمل كده ايه؟ من غير ما يقصدوا، احنا زعلانين منك، وياخدوا جنب، اللي هو التجاهل اللي احنا بنتكلم عليه. فلذلك المشكله ما زادتش بسرعه، خدت وقت. ولما بداوا يحسوا انها كبيره جابوه عندنا، عشان بقى تعدل انت مفاتيح معينه اتفتحت عند الكلب بشكل غلط، تعدل المفاتيح دي ان هو يبتدي ياخد منك الاوامر بشكل كويس. اصعب بكتير جدا ما تبدا مع كلب من زيرو. علشان كده البدايه مع الكلاب الصغيره دايما هي انجح تدريب، انجح حالات اللي انت هتبدا فيها من الكلب وهو جاي. هتسقيه صح، هيفضل الكلب ده كلب على مر عمره، كلب سوي نفسيا، برافو عليك، كلب اجتماعي، كلب متزن. تمام. مبادئ التدريب الايجابي ايه؟ زي ما قلنا، تعزيز السلوك الصحيح. يعني ايه تعزيزه؟ يعني تقويه عند الكلب الشعور بالرضا والشعور بالفرح لما يعمل السلوك ده. بمجرد ان انا لقيته بيعمل حاجه صح قلت له برافو، ده اسمه تعزيز للسلوك الصحيح. بيعمل حاجه صح